تحكمك في نفسك، عايز الناس تتعامل معاك ازاي، الكفاءة ومعنى وجودك، دول حاجات هيخلوك تعرف نفسك بشكل كويس. خلينا نبص كده على أول حاجة وهي تحكمك في نفسك. تحكمك في نفسك قد إيه عندك انضباط؟ عندك انضباط بتقدر معنى الوقت؟ يعني هل الوقت ده يعني متاح كده مفهوش مشكلة؟ ولا الوقت كالسيف زي ما قال الشافعي؟ ولا أنت عارف إن اللي بيروح ما بيرجعش تاني؟ تاني حاجة، إن أنا عايز الناس تتعامل معايا إزاي؟ هل أنا عايز الناس تعرفني إن أنا الجدع، صاحبه، الكريم، اللي في أي مصيبة هتلاقيني موجود؟ ولا أنا عادي يعني مش فارق معايا الناس، ولا فارق معايا رأيهم، ولا فارق معايا إن أتعامل أصلا؟ أنا مش عايز أتعامل مع حد، أنا عايز أقعد لوحدي. لما نيجي نبص بقى على الكفاءة، الكفاءة دي معناها قدرتي على إن أنا أبقى قادر فعلا أحقق أهدافي. نبص كده على عمر مرموش مثلا، لما كل الريفيوز أو كل الانترفيوهات اللي عملها كان بيقول إيه؟ كان بيقول أنا من وأنا صغير أنا عارف إن أنا عايز أبقى لعيب كورة. برضو إبراهيم حميدتو من رغم كل الصعوبات اللي واجهها ما عندوش دراعات، ومع ذلك بطل العالم في البينج بونج. ليه؟ لأنه عارف الكفاءة اللي عنده، عارف إنه ربنا مديله قدرة وهو كل اللي عليه إنه يسعى، لكن الهدف ده هيجي إن شاء الله. لما نيجي نبص بقى على الغاية من الوجود، علماء كتير جدا في علم النفس قالوا إن طول ما الإنسان مش عارف معنى لوجوده ومعنى لحياته هيفضل تايه، هيفضل ضايع، وهيبقى دايما بيدور على نفسه ومش لاقيه. فان انا الاقي معنى لوجودي ده ممكن الاقيه في ايه؟ ممكن الاقيه في اعمال الخير، ممكن الاقيه في الصدقات، ممكن الاقيه بزياده العباده مع ربنا والقرب مع ربنا، وان انا خلاص بقى انا بدور على ايه الاثر اللي انا عايزه اتركه. انا مش بدور على الدنيا دلوقتي، انا بدور انا بعد ما ماتي هيقولوا ايه عني؟ هيقولوا الست دي كانت كويسه، الشاب ده كان كويس، ولا هيقولوا الحمد لله انه ريحنا منه؟